جماعه انا متحمسه لدرجه ان انا ما قدرتش اصبر للصبح علشان اصور لكم الفيديو ده في اضاءه احسن. فحاولت اصرف نفسي كده، ويا رب الاضاءه تكون كويسه، ويا رب الكروش ما يكونش باين. المهم بقى ايه، لو انت اول مره تشوفيني حط لايك للفيديو، لو لسه ما حطيتيش واشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا بقى افرجكم على اول اوردر ليا من شي ان. على فكره كتير منكم نصحني يا امل اطلبي حاجات من شي ان. شيء ان فيها حاجات باسعار كويسه ومش عارفه ايه، وشكرتولي فيها كتير قوي. وصراحه انا يا جماعه من الاسعار ضحيت ودفعت، وحاسه ان انا يعني انا حاسه ان ربنا كرمني بجد يعني. هقول لكم انا جبتها منين وجبتها ازاي ووصلت لي في قد ايه، ويعني هقول لكم كل التفاصيل عشان تستفادوا ان شاء الله من الفيديو ده. بس اهم حاجه حط اللايك لو لسه ما حطيتيش، واشتركي في القناه لسه جديده، اشتركي فيها وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. وتعالى اقول لكم انا جبتها ازاي. بصوا من الاخر كده، انا دورت على كذا جروب من الجروبات اللي هي بتجيب لك الاوردر من شي ان عن طريقهم. ففي صفحات كتير قوي كنت بدخل اسالهم، ويعني انا كنت فاكره ان انا اختار الاول وبعد كده ابعت لهم الصور وكده. انا ما عنديش فكره، انا اول مره. فانا كنت ببعت الصور على طول واقول لهم انا عايزه الحاجات دي لو سمحت ممكن اطلبها من شي ان. ففي منهم اللي كان بيرد وفي منهم اللي ما كانش بيرد. في منهم اللي كنت بحس ان هما بياخدوا نسبة زيادة شوية، وكنت حاسة ان هو اوفر يعني، وحسيت ان الموضوع ايه ده، طب ما انا يعني كده كده في حاجات متوفرة هنا بس يعني اسعارها بستغلاها، وفي نفس الوقت بحس ان هي يعني يا ترى يا هل ترى هتبقى كويسة زي اللي بشوفها، ولا ده يبقى كوبي ولا ايه النظام. فعامة استغليت يعني في صفحات استغلتها، وفي بقى ايه دخلت على اليوتيوب عملت سيرش عليه علشان اشوف إيه يعني صفحه كده بنت حلال تعرف تجيب لي الحاجات دي ما تاخدش نسبه عاليه. فلقيت بقى ايه في دي ستور يا جماعه، بجد من اكتر الناس المحترمه اللي هتتعاملوا معاها. انا مش بشكر فيها بفضل، انتوا عارفيني انا لو في حاجه وحشه او في حاجه غلط في الموضوع مش عاجباني هتكلم. لكن هم بصراحه ناس محترمه جدا. هيتاخروا عليكم الاول في الرد، بس هيجي وقت ويردوا عليكم وهيقولوا لكم يعني خطوات معينه تعملوها علشان تطلبوا الاوردر صح. واحلى ما في الموضوع ان هما بيطلبوا منك ان انت تحولي العمله من المصري لعمله الريال، علشان هما بيطلبوها بالريال. وهنا بقى بتقدري ان انت يعني توفري نسبة. يعني بالمصري بتبقى غالية شوية، بالريال بتبقى اهون شوية، وفي نفس الوقت بياخدوا نسبة بسيطة جدا. وفي حاجات مش بيحطوا عليها اي حاجة، يعني في حاجات بيحطوا عليها نسبة بسيطة من الفلوس، وفي حاجات بيدوها لك بنفس السعر. فعجبتني جدا صفحتهم محترمة جدا، ويعني ناس امينة. وبجد انا كنت خايفة لما يوصلش، كنت خايفة يعني اول مرة اطلب اوردر. فيعني بصراحة انا فرحت قوي وما خفتش، لان يعني الموضوع برضو ايه فاهمين. انا شايفه ان في ناس بتشكر فيهم، فانا عارفه ان كده كده الاوردر هيوصل. بس انا كنت اللي خايفه منه في البدايه هو الفلوس الماني. فلقيت الدنيا لا يا ولا يا ولا على الاخر، يعني اللي هو حاجه كده مريحه. يعني اقول لكم ازاي برضو، بس الاسعار بالنسبه لي حلوه، وبالنسبه لي النسبه ما كانتش عاليه ومريحه. هقول لكم الشنطه دي كلها باختصار، كلها على بعضها جات لي شحن بكل حاجه 3000 جنيه، دفع فيها 3000 جنيه الشنطه دي. الحاجات اللي فيها تساوي قد ايه؟ الحسبه قبل ما نحط النسبه بقى اللي بتاعتهم كانت 2100 وحاجه، 2150. تمام، يعني اسعار اساسا على شيء ان بتبقى رخيصه لدرجه ان انت بتبقى اساسا عايزه تشتري كل حاجه. بس بيفاجئك في النهايه ان طبعا الحاجات دي بتيجي عن طريق الشحن البري ولا الجو، انا عارفه هما بيجيبوها ازاي، بس بياخدوا نسبه على كل حاجه. فعلى حسب بقى هي يعني اكسسوارات ميك اب مفارش ايا كان، هما بقى لهم نظام معين. بس ناس امينه جدا مش هيضحكوا عليك بامانه يعني. فالمهم انا قلت اجرب يعني، وانا اخترت حاجات بالنسبه لي مش بعرف ان انا ايه يعني. بص اللي هو كان نفسي ان انا اجرب ان انا اجيبها، معرفش يعني انا اخترت حاجات عبيطه مش عارفه تعجبكم ولا لا، بس انا قلت اجرب. ف انا هفرجكم. بص انا طالباها من قبل ما المدارس ما تبدا. اهم حاجه الكروش باين ولا لا، اصل انا بيبان لي كرش وانا قاعده. المهم خلينا في اللي احنا فيه. طلبت زمزميه. متضحكوش عليا، انا كنت طالباها قبل المدارس، وبعدين انا ايه قلت لنفسي يعني هو شهر. انا طالباها اساسا في نص شهر 8، والمدارس كانت بدات في نص شهر 9. فانا قلت هتوصل لي يعني حتى قبل المدارس بيوم ولا يومين. فلقيته قال لي لا هو بياخد وقت، وفعلا خد وقت. يعني هو لسه واصل لي النهارده. شوفوا بقى قد ايه بقى، شوفوا بقى. دي كان سعرها كام؟ علي النعمه من نعمه ربي. انا ما انا فاكره هي كان سعرها كام.
بس انا علشان يعني اقدر افيدكم اسالوني في الكومنتات وانا اجيب لكم الاسعار الواتس. لما من المحادثه اللي انا كنت بكلمه فيها هو كان مسعر لي كل حاجه على الواتس، بس طبعا الحاجه دي بقالها شهور فنسيت، بس هي في رينج 100 وحاجه، او يعني بص اللي هو 100 وحاجه 200 كده يعني، داخل على 200 يعني. ف مش فاكره بالظبط، فانتوا اكتبوا لي اللي انتوا عايزين تسالوا عنه بالظبط. وفي ناس بتقول لك الكود ومش الكود، انا مش عارفه انسخ الكود وانا مش عارفه اساسا الكود ده اجيبه لكم ازاي، بس برضو قولوا لي وانا لو كده تمام يعني. على فكره انا كنت ببحث عن الحاجه ازاي، لو ما كنت بشوف حاجه بتعجبني كنت بصورها واروح بقى ايه نسخه الصوره في شي ان ويبحثوا لي بقى على حاجه شبهها، واقعد ادور بقى كنت بلاقيها، فاهمين؟ فيعني لو ما عرفتش ان انا اجيب لكم الكود ممكن تصوروها ده لو عجبتكم. الازازه دي على فكره متوفر منها هنا نفس السعر يعتبر 250 مش 200، هي هنا في مصر ب 250 وفي بتبقى ب 300، او طبعا في بيبقى ايه على حسب يعني كام لتر وكده، هي بتبقى في كبير في صغير كده. هي حلوه عاجبه مليكه جدا، لونها حلو زي ما بقول لكم. انا قلت اجرب في كام حاجه كده. الماتيريال بتاعها يعني بصوا من غير الازاز اللي انا بجيبها، يعني الازاز اللي انا بجيبها ب 45 25 بجيبها ليه بالسعر ده؟ لان ولادي بيضيعوها، والله انا جايبها لهم ما استخسرتش فيهم، وفي نفس الوقت خايفه يضيعوها يعني ربنا يستر. بصوا بقى جايين معاها ايه، جايين معاها الحاجات اللي النونو ده. انا هركبها بقى ايه مع مليكه، بس انا هفرجكم عليها عشان مليكه تفرح بيها، علشان ممكن تقتلني لو عرفت ان انا لزقتهم من غيرها. الحاجات دي بتتلزق عشوائي بقى ستيكر، تمام. وفي حاجات تانية برضو مش صغنن مش عارفه بطوط حاجات زي كده برضو بتتلزق. والازازه من جوه شكلها كده بشفاطه حلوه يعني مش وحشه، ومتوفره هنا في مصر برضو، بس انا حسيت ان سعرها هناك احلى فطلبتها، بس طبعا بيحط نسبه بسيطه عليها يعني مش بتبقى كبيره، فانا قلت اجيبها يعني. طبعا جبت المليكه، مش هنسى اياد، لسه في حاجات كتير. جبت المليكه قصدي جبت الاياد الزمزميه دي، طبعا رسمتها مختلفه، هو ولد. بصوا بقى نفس برضو الموضوع، بس النازل دي كده بصوا الشفاطه بقى، بس مفيش فيها ستيكر ولا اي حاجه، هي كده خلاص، هي عليها الاستيكر بتاعها وخلاص كده. وعلى فكره انا كنت باخد رايهم برضو وبختار معاهم، وهم اللي اختاروا الحاجات دي مش انا، كل واحد اختار الحاجه اللي هي عاجباه اللي عاجباه. ماشي يبقى كده جبنا الازازتين دول. تعالي انتي يا بطه هنستعين بيها بقى، تمام. تمام يا عبد السلام. ما نسيتش الغالي ابن الغالي، الايفون اللي انا بصور بيه. طبعا انا بحب الجرابات، من عشاق الجرابات عامه، وبالذات السيليكون. بصوا بقى بطوط ده مش اي بطوط، مش اي بطوط، بصي بطوطه يتي جميله، يتي تكر، يختي انا بفرح بالحاجات دي قوي على فكره، انا تافهه اصلا يعني. بصوا هو طبعا مقاسه انا قسته اول ما جه مقاسه. احلى حاجه فيه بقى ان انت بصي يعني هو ايه، ممكن تستخدميه كده بيسند على الرجليه يا حبيب امه. شكله كيوت اخر حاجه. جايباه بكام؟ وده كان بكام يا بنتي يا امل، يا بنتي يا امل؟ هو كان ب8 ريال، يعني قد ايه؟ لا ولا اقل، لا ب4 لا ب8 مش فاكره، بس لو عايزين سعره قولوا لي. هو في حدود يعني كان عامل 100 وحاجه، 150 200 برضو بالمصري يعني، فاهمين بالحسبه المصريه، فانا مش فاكره قوي يعني. وعامه هنا برضو الجرابات دي نفس السعر فاهمين، بس الشكل مميز ما لقيتوش هنا، فقلت بما ان انا هجرب اطلب فيلا اطلب حاجه مميزه. اما لقيتوش هنا الصراحه، ما لقيتش حاجه شبهه خالص، فيعني جميل قوي وكيوت وعاجبني. طبعا هو كان جاي جوه كده باحترام. بصوا بقى بسم الله، نخلص بقى ايه، ندخل على الاكسسوارات. ايه رايكم ندخل على الاكسسوارات؟ بصوا عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للاكسسوارات على شيء ان اسعارها تحفه، خيال خيال خيال، ارخص بكتير من السوق اللي احنا بنشتري منه، والله العظيم بقول لكم كلمه الحق. بس هي فكره شيء ان العقبه فيها ايه؟ الجمارك، النسبه اللي بيحطوها علشان الشحن. يا بخت يا جماعه الناس اللي من السعوديه واهل الخليج، يعني ما شاء الله تبارك الله الحاجه بتوصل لهم لحد عندهم لحد باب بيتهم، وتقريبا من الجمارك ما فيش يعني، احنا الوحيدين او في كام حد كده معانا ممكن يكون ايه الجمارك بتبقى نار علينا، بس مش خساره.
لان برضو الحاجات دي هنا سعرها غالي جدا. دي انا كنت افتكر ان انا جايباها ب 8 ريال حاجه زي كده، يعني الريال ب 12 ونص، فمش فاكره. وحياه ربنا هي كلها على بعضها كانت في الرينج ده، حاجات كلها كانت في الرينج ده اللي انا اخترتها، يعني حاجات ما كانتش غاليه. بس بص التحفه، يتي جميله يتي يا خلاصي، كان نفسي تجيلي من قبل ما اسافر، بس مش مشكله، بس حلوه صح. تعالوا بقى ايه فرجكم عليها. بصوا جامده جامده جامده، يعني قويه مش حاجه ضعيفه. بصوا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، لا حلوه. ومقاسي الحاجه الوحيده اللي انا فخوره بيها ان انا اخترت مقاسي. كنت خايفه اختار حاجه اكبر مني، بس الحمد لله ربنا قدرني واخترت مقاسي. نخلص من كل الاكسسوارات. طبعا جبت الاسوره دي، فايه بقى اخترت خواتم شبيهه ليها، هي مش معاها بس شبيهه ليها، تمام. طقمت يعني. وزي ما قلت لكم لو عايزين تعرفوا اسعار كل حاجه لوحدها اكتبوا لي في الكومنتات وانا والله ادور لكم. بس كلها حاجات كانت في الرينج زي ما بقول لكم كده، 8 ريال 4 ريال 11 ريال، فاهمين اللي هو حاجات يعني في المعقول، في الوسط يعني. بصوا جبت، استنى ما اقيس لكم بقى. جبت ده. استنى ما اقرب لكم، انا حتى وسط اتقطم. انا بقرب. جبت ده تمام، وهعرضه لكم فوق بعضه، ولهم نظام طبعا في اللبس، بس انا يعني انا حاليا بعرضهم وخلاص تمام. جبت الحنين ده تمام، والحنين ده اي والصغنن ده. طبعا هما لهم نظام كده، وفي بيبقى عقله، في عقله وفي اللي هو بيبقى كبير عادي، بيتلبس بقى ايه واحد من تحت وواحد من فوق بقى. لهم نظام كده، انا كنت شايفه شكلهم حلو قوي وقتها، اكيد هفتكر النظام. فايه دول بقى رايكم فيهم؟ وعلى فكره مش خفاف خالص، يعني انا هنا بشتري حاجات شبهها تتنيها بصبعك الصغير. اكدب ولا اقول الصراحه؟ اقول الصراحه. جبت الحلق النونو ده يتي كميله، جبته ليا والمليكه، يعني احنا اتنين بنبدل مع بعض. فكرته بقى يا جماعه تحفه 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 تحفه. بصوا هو شكله ايه، شوفوا شوفوا، هو هو قلب كده وفي قطعتين. هفرجكم دلوقتي هو شكله كده بيتلبس كده. بصوا بصوا ده، بصوا ده، بصوا القطعه دي مخرومه هنا، مش عارفه اصورها لكم. شايفين القطعه دي اللي هي دي بيدخل فيها القلب ده، القلب ده بيدخل في اي خرم من الاخرام دي، فاهمين؟ وبيتحط البتاع دي من ورا. مليكه لو موجوده هلبسها لها شوفوها. الحته دي بتبقى نازله من تحت الحته الطريه بتاعت الودن، والقلب في النص، فاهمين؟ فبيبقى كده بقى بيتمرجح معاكم، حلو قوي. ده تقريبا كان ب4 ريال انا حاسه بكده او 3. جبت بقى سلسله. بصوا انا في حاجات ما فتحتهاش، السلسله دي انا شفت شكلها بس ما فتحتهاش. بصوا بقى السلسله، ياتي جميله ياتي سك. بصوا تحسوها دهب بجد، لمعتها حلوه قوي، تحسوها دهب بجد ما شاء الله. بصوا ثانيه واحده، ثانيه واحده، انا مش عارفه افرجكم، مش عارفه الحاجات دي، مش عارفه اعرضها. ثانيه واحده. ثانيه هصورها لكم عن قرب برضو. بصوا قد ايه جميله، بصوا بجد ناعمه. بصوا وتحسوها حقيقيه، تحسوها دهب. السلسله بتاعتها بصوا عامله ازاي، بجد حلوه قوي، مش هتبان. بصوا لا انا هعرضها لكم عن قرب، كل الحاجات دي هعرضها لكم عن قرب دلوقتي. برضو افتكر ان دي ما كانتش غاليه. تمام. نيجي بقى لدي ساعه، كان نفسي في ساعه قوي لونها ذهبي. انا عندي واحده بيضه بس انا كان نفسي في ساعه لونها ذهبي. لقيت بقى ساعه معاها انسيالات طقم كده على بعضه. انا ممكن اعرض لكم الصور على فكره جنب، هعرض لكم الصور، كل حاجه بعرضها هعرض لكم جنبها الصوره، انا محتفظه بيهم. بصوا الله، يا لهوي
تفاصيلهم تحفه. بصوا بصوا، ايه ده، ايه ده بجد، ايه الحلاوه دي. ثانيه واحده، وفي واحده كمان شبهها برضو نفس الشكل ده كده. هما اتنين الشكل ده، الشكل ده اتنين. تمام. ومعاهم واحده كده حلقات، بصي، ومعاهم واحده كده تقريبا استك، معاهم كمان واحده حلقات. ماشي. ودي الساعه بقى. يا رب تبقى مقاسي يا رب. نص الساعه خلاص. يا دي جميلة، تحفة تحفة تحفة، شكلها تحفة بجد، شكلها تحفة. وطبعا هصورها لكم على القرب وانزل لكم الصورة، بجد تحفة. طقم على بعضه بقى يا جماعة، تحفة. اكسسوارات. هنا نسكت قليلا. بصوا بقى يا جماعة، الحاجة دي جديدة، يعني ما تهيأليش ان في منكم شافها، ممكن تكونوا شفتوها، ممكن تكونوا يعني اول مرة تشوفوها. انا طبعا يعني ما بعرفش احط مانيكير، ولا بعرف ان انا يعني احط ضوافر، علشان طبعا بصلي الحمد لله. فيعني بص، اللي هو كان نفسي في اختراع إيه، يعني احط الحاجه دي عشان يبقى منظر ايدي حلو، وفي نفس الوقت اقدر اشيلها في اي وقت علشان اصلي. فلقيت ايه بقى الخواتم دي خواتم عقل على قد عقله صبعك، بصي، اللي هو بتلبسوهم كده. تمام. وتحط الضافر، يعني تلزقي ضوافر عليها. هسيب لكم شكلها برضو جنب الفيديو كده وانا بتكلم عشان تشوفوها بوضوح. دي كانت ب 11 ريال. تمام. بالنسبه لي كانوا مهمين جدا ان انا الاقيهم، ودي الحاجات الوحيده اللي انا لقيتها على الانستجرام وعجبتني، وكنت بدور عليها على شي ان، فعجبني. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ينفعوا معايا، وتبقى تجربه حلوه وتنجح. يعني انا لسه ما جربتهمش، انا فرجتكم عليهم بس انا لسه ما جربتهمش، يعني ما لزقتش عليهم ضوافر، ما لبستهمش، ما اعرفش بقى اذا كانوا مريحين متعبين، مش عارفه يعني، لسه هجرب ولو كده بقول لكم. هما هنا الصفحه بقى مديني هديه، اللي انا طلبت منها الاوردر مديني هديه، والكارت بتاعهم. بصوا شنطه جميله جدا، هنا مكتوب في دي ستور، وحاطين لي شوكولاته، والله بجد شكرا. وكاتبين لي امل الشناوي، والاوردر مش عارفه هنا. بصوا بقى مكتوب ايه: باحتفاظك بالكارت ده انت اكيد كسبان، في كل مره هتعرف اصحابك بالبراند بتاعنا ويشتروا من عندنا، هتحصل على 5% عند شرائك مره اخرى. بجد يعني الكارت ده لو احتفظت بيه وحبيت ان انا اشتري بعد كده، هيبقى فيه خصم 5%، يعني على قد ما فهمت. فانا هحتفظ بالكارت ده اكيد. وده الكارت اللي فيه ارقامهم، طبعا انا هعرفهم ان انا عملت لهم فيديو، ده انا هبعت الفيديو ده في وشهم. و... تمام. وايه الكارت ده هحتفظ بيه، وللاستفادة من الخصومات شروط الاحتفاظ بالكارت وتصويره كل مرة لاستخدام اوقات العرض. بصوا بقى، انا هحتفظ بده وبده، وهاكل الشوكولاتة اكيد، هحتفظ بيهم عشان لما اجي اطلب تاني. تمام. في نفس الشنطة. المهم بقى طعم الشوكولاتة ايه، انا لو كلتها متهيألي ياد ومليك هيقتلوني، بس انا هدوقها. بصوا ايه الجمال ده، تحفة. مشكلة انا اكلت نصها. بصوا، انا متهيألي كنت طالبة واحد عسلي واحد اخضر، مش فاكرة، بس ده هبقى اجربه في مرة تانية. هو ده باين عليه عسلي، هنزل لكم بقى الصور عشان انا على الله حكايتي. تمام. لونها عسلي، ده هبقى اجربها معاكم في مرة.
وجايبه كمان واحده تانية لونها ايه يا امل؟ هشوف بقى، لان هي دي عسل اللي انا وريتها لكم ولا اخضر مش عارفه. انا محتفظه بالصور، اكيد الصور هتبقى موضحه. دي متهيألي عسلي، دي متهيألي العسلي. بصوا، هو في حاجه غريبه، يا دي فاتحه قوي دي غامقه قوي، معرفش هما لونهم ايه، بس يعني متهيألي دي المخضره ودي العسلي. بس انا خايفه من العسلي، معرفش ليه، حاسه ان هي فيها حاجه مش مريحه كده، بس ربنا يستر. كمان سيرم من جارنيه، انا مش فاكره انا كنت جايباه ليه بصراحه، بس اعتقد والله اعلم ان هو لتفتيح البشره وتوحيدها، توحيد لون البشره، لان انا كنت بعاني من النقطه دي، فانا جبت ده. وطبعا هقول لكم في فيديوهات تانية ممكن بروتين مثلا صباحي ولا حاجه استخدم معاه الحاجات دي، بس انا افهم انا كنت جايباها ليه، لان قسما بالله انا ناسي. بس انا حبيت اعرفكم انا جايبه اوردر شي ان منين وطلبته ازاي والتفاصيل دي، علشان برضو لو حد فيكم يعني حابب ان هو يستفيد. وجبت ده غسول، ده غسول ايه معرفش، ما تسالونيش، اما ببقى استخدمه هبقى اقول لكم. هو اهو، هو اهو تمام، وهحط لكم الصوره، اكيد لما تشوفوا صورته هتعرفوه. لا ده بقى اللي اكيد معروف، ده بقى لازاله الرؤوس السوداء، ده ماسك اسود كده، في منه موجود هنا، بس انا حاسه ان ده ممكن يكون بقى اقوى، الله اعلم، بس هنجربه برضو، كل حاجه هنجربها مع بعض. تمام. وجايبه اغلى 3 حاجات فيكي يا مصر هنفتحهم مع بعض من شجلام يا جماعه. انا اول مره استخدم منتجات شجلام، شجلام ده انا اول منطقه صح. بصراحه انا يعني مش بهتم بالحاجات دي قوي، وبقول ليه يعني في ماركات اهون شويه وارخص، فيعني ده اللي على الاوردر، لان في حاجه فيهم ب 450 وفي حاجه فيهم ب 380 وفي حاجه فيهم كانت معديه ال 250 برضو. ولو عايزين اسعار الاسعار بالظبط قولوا لي وانا انزلها لكم. المهم ده ايه بقى مش عارفه، هنفتح مع بعض. ده اول واحد ايه اللي انا مسكته، ورقه اتفشخت. والله حجمها في الصوره بيبقى اكبر من كده، معرفش ايه اللي حصل. انا فاكره الشخصيه دي ده مثبت ميك اب، بس هي الازازه صغننه يعني تعمل لها 50 ملي، فاهمين اللي هو مش 100 ملي، تعملها 50 ملي تقريبا. ده مثبت ميك اب من شجلام. تمام. طبعا هنبقى نجرب برضه، يعني كل حاجه اجربها. جبت كريم اساس لان دايما بسمع ان كريم الاساس من شجلام حاجه تانية، فانا عمري ما جربته، زي ما بقول لكم اول مره اجربه. بصوا بقى شكل العلبه جايه ازاي، هو جاي معاها مش عارفه ايه ده، زي كتالوج كده. بص يعني حاجه حلوه يعني، مكلفين نفسهم والله. ثانيه واحده، وحاطينها في جراب، او كان نفسي اكلمكم عنه اكتر، بس انا قسما بالله اول مره استخدمه، يعني اعتبروني خام في الموضوع. اه حاسه ان الدرجه غامقه، اه حاسه ان الدرجه غامقه عني. ثانيه كده، استخدمها فين؟ ايه الدنيا، لا حلوه صح. انا مش شايفه حاجه، بس انا حاسه الدنيا شغاله، بس انا خضيت، انا خفت. بصوا درجتي صح، درجتي ان شاء الله. دي شكل العلبه. تمام. دي ب 450. انا ما بهتمش بالماركات، انا بختار الحاجه اللي لايقه على وشي واللي حلوه وبحسها لطيفه وسهله وسلسه والدنيا جميله، بداوم عليها كمان، ما بعرفش اغير بالساهل، فاهمين. لكن دايما بسمع عن شجلام وحلاوه شجلام والوان شجلام وسلاسه شجلام، فانا وبرايمر شجلام يا جماعه. ده بقى اللي انا متحمسه له، بس انا حاطه حاجات على وشي دلوقتي فمش عارفه ان انا استخدمه، بس هنبقى نجرب الحاجات دي مع بعض.
ده برايمر يا جماعه، تحس ان هو كده العلبه بتاعته بقى اللي متشوقه ان انا اشوفها. انا حاكم تافهه قوي. بصوا ايه ده، ايه ده، ايه ده، شكلها حلو قوي. يا لهوي، يا لهوي، دي لو خلصت انا هحتفظ بها للذكرى. هي شكلها حلو، عجباني عجباني. ايه ده، ايه ده بجد. ايه هو فين؟ اه مش ده. هو كله هنا اهو. بصوا ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده بجد. انا مش عارفه ايه اللون ده، اللون بحر، لون بحر. حاسه ان في بحر هنا. معلش انا حاطه حاجات بس هجرب. ايه ده، بقى عامل زي الميه لما بيتحط على الوش تحس ان هو داب كده. انا مش عارفه بصراحه، بس هو بيقولوا بقى ده بيقفل كل المسام، ده الوحيد اللي انا عارفه عنه حاجات. واللي هو بيديكي بقى ايه، شكل حلو للميك اب في النهايه. فانا يعني والله بصوا، انا ما بحطش ميك اب كتير، بس يعني اوقات لما بحب احط بحس ان انا في حاجات ناقصاني، يعني بيخطط اوقات، بيبوظ اوقات. فقلت اجيب الحاجات اللي هي هتدي معايا شغل جامد في النهايه. مش عارفه انا بعمل ايه، بس انا حابه ان انا كنت حابه ان انا اجربه. ساقع كده يا جماعه، تحس ان هو في حاجه سقعانه في الموضوع، بس شكله حلو صح. لا وان شاء الله استخدامه يبقى حلو. احنا كده خلصنا فيديو النهارده، دي الحاجات اللي انا جبتها. يعني تبان تافهه بس والله هي حاجات انا فرحت بيها قوي. واسعارهم في الحقيقه على شي ان تحفه، رخيصه جدا. بس المشكله في الشحن، الشحن فعلا اللي بيكون غالي، حط عليها نسبه عشان الشحن. فانا بالنسبه لي تجربه حلوه، لاني اشتريت حاجات حاسه ان هي مميزه صراحه. يعني انا بلف في السوق كتير قوي، بس حاجات بشوفها وحاجات ما بشوفهاش. والماتيريال كمان بالنسبه لي يعني في حاجات بصراحه اسعارها حلوه. الساعه دي مثلا يعني اشتريها من هنا ب 400 وحاجه، انا جايباها ب 11 ريال او اقل او 8 مش فاكره. بس انا افتكر ان هي كان سعرها كويس جدا مع الانسيالات اللي معاها، يعني غير السوق. ف دي الحاجات اللي انا جبتها. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي سؤال حطوه في الكومنت تحت، وانا على قد ما اقدر هحاول افيدكم. واشتركوا في القناه، ان شاء الله هيكون في سلسله فيديوهات حلوه قوي، يعني متنوعه بقى. مش بحب ان انا اركن في جزء معين. فايه تابعوني، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تعجبكم اكتر. تمام، يلا السلام عليكم.